السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة الإمل والحمام والعصافير. بصوا يا جماعة، شكل الدكر وظايف عشان ناس كتير سألتني. الدكر عندي اتنين بيزوفوا زي بعض. بصوا يا جماعة، دي زوفة الدكر. والدكر طول ما هو زايف بيدنه كده، بيطول في جسمه ويدنه يزوف، وصوته أدخن الزومة بتاعت النتاية. النتاية ممكن تزوم شوية وتلاقي زومتها خفيفة كده وتسكت، لكن الدكر طول النهار تلاقيه زايف زي كده اهو. هو الناس كلموني قالوا لي ده هما بيزوفوا زي بعض. طب انا اعرف منين دكر وانتايه؟ هما مالهمش خبره، وانا بقول له الدكر بيزوم زي كده يا جماعه. انا صورت الفيديو ده اكتر من مره عشان اوريكم زوفة الدكر بتبقى عامله ازاي. وطبعا ما يكونوا قربوا يبيضوا بيزوف كده ويقعد يضربها على دماغها زي الحمام بالظبط اهو. ده الدكر يا جماعه اهو. بصوا هو عامل ازاي. لكن النتاية من طبعها بتبقى هادية، مفيش أي مشاكل فيها. الدكر هو على طول زايف عليها وبيجري وراها وهو اللي بيزوق. ودول لسه مكسرين هم يا جماعة اهو. دول لسه مكسرين، والنتاية برضك ايه تتكسر تاني، مفيش أي مشاكل فيه. طبعا يا جماعة الدكر بيأكل النتاية عادي في وقت التزاوج أو وقت التكسير بس، لكن مش عمال على بطال بيأكلها، لأ. هو في التزاوج هو بس ايه زي كده دلوقتي بيبقى جاي مأكلهم، جاي ايه مكسر عليها اه. ده في وقت التزاوج بس ايه بيأكلها. طبعا بتلاقيه زايف، وتلاقي ايه على طول زايف لحد ما يكسر، لحد ما يبتدوا يبيضوا، يبتدي الزوفة بتاعته تقل بقى، يبقى ايه خلاص يبدلوا مع بعض في الرقود ويدنوا مثلا. واقف لها اي حاجة تيجي عليها يزوف، حمام مطارد اي حاجة خبطت في القفص تلاقيه ايه بيزوف، اللي هو ايه واقف ايه الحارس بتاعها يعني. دول بقى ما شاء الله تبارك الله، دي تالت مرة يكسروا عليها. مش شرط يا جماعة زي ما قلنا هي رتبة عشها، مش شرط يا جماعة زي ما قلنا هي أول ما تتكسر يوم اتنين تبيض، لأ ممكن تكون بتشغل لسه عنقود البيض. طالما شغال على طول باستمرار هتبيض على طول. طالما هي لسه في الأوائل اعرف لو بيكسر عليها بيتكون عنقود البيض، وإن شاء الله ايه مش هتتأخر وتلاقيها بيضت على طول. دول طبعا جوز شغال زي ما احنا عارفين، فاحنا مستنظرين منهم ايه العش بتاعهم. وده ذكر تاني اهو. ده برضك زايف على النتاية بتاعته، برضك بيدين وزايف زايف ويقعد يضرب عليها لحد ما ايه تحنله ويكسر عليها، وبعد كده ايه يهدى. دي زوفة الذكر يا جماعة. انا الفيديو النهارده اكتريته اللي انا بعرفه زوفة الذكر ازاي، والنتاية ما بتزوفش قد الذكر. لما يكونوا عايزين يبيضوا بيعملوا ايه، بيكسر عليها ازاي او بياكلها ازاي او بيجري وراها ازاي كده. طالما عمل كده بيبقوا مجهزين العش بتاعهم، هو الذكر جاهز، والنتاية ايه هي اللي ايه بتقعد تتهرب منه شوية لحد ما ايه تتزاوج اهو. دول طبعا ذكر وانتهى برضك مطلعين اهو، بس هاديين لسه مفيش ايه
تزاوج الوقت، بحيث ان هما ايه يخرجوا الزغلول. اول ما نخرجه كده يبتدوا ايه هما يبتدوا ايه الذكر يزوف تاني، او ما يكونش برضك خرجت الزغلول يبتدي مثلا لو حطيت لهم قش يبتدوا يلموه كده، وتلاقي الذكر ايه يندع على النتاية ويعملوا نفس الايه القصة، يعني يرتبوا العش ويظبطوا، وبعد كده الذكر يندع على النتاية ويقعد يجري ورا شوية لحد ما ايه لحد ما يبيض. وده الجوز زي ما احنا متصورين ما شاء الله البيض بدأ يسود اهو. كشفت عليه امبارح اهو معرق دم وما شاء الله مغمق اهو. طبعا كشف عايز تعرف البيض مخصب ولا لا، طبعا في حتة ضلمة وتجيب البيضة وتشغل موبايل الكشاف وتحط البيضة عليها، فبين لك البيضة تفاصيلها كلها جوه، او لسه مبيضة ورايقة او معرقة دم او فيها زغلول اهو. يعني طريقة سهلة وطريقة خفيفة، بس اهم حاجة تبقى في الضلمة عشان تقدر تشوف ايه الحاجة اللي جوه البيضة. لو رايقة 10 ايام، لو رايقة طبعا تترمي وتشوف المشكلة من الذكر او من النتاية. لو بيضة وبيضة تبقى من النتاية، لو البيضتين تبقى من الذكر. ليه بيضة وبيضة من النتاية؟ عشان طبعا النتاية بتتكسر اول مرة وبترد على البيضة وما تجيش للذكر تاني تتكسر تاني مرة، دي بتبقى عيب نتاية. لكن لو البيضتين يبقى ذكر على طول، لو رايقين يبقى ذكر. ادي ما شاء الله بصوا الزغالية يا جماعة، بصوا الزغالية ما شاء الله كبرت ازاي. طبعا اليمام ما شاء الله سريع النمو ما شاء الله، على طول في ساعتها تلاقوهم مراياهم وتأكيل وتلاقوهم ما طولوش فيه. طبعا ما بنحطلوش ولا أكل ولا فيتامينات ولا حاجة، هو الكلفة. ولو عيش نكسرله عيش كده نصغرهوله قد مثلا دور العوجة كده يبتدي ياكل فيه مفيش أي مشاكل. في ناس اكتشفت ليها بتاكل رز مفيش مشكله، بس اهم حاجه ابعد عن الرز الني، وما تكترش الرز الني. لو انت غلطت كده وكان عندك شويه بايظين او حاجه ورميتهم مسوسين ترمولهم، بس ما تكترش فيه عشان الرز بيجيب معه وبيجيب اسهال. غلط الرز الني الرز الني اللي هو ممكن برضك لو ملت معدتها. الرز طبعا ما بيشرب الميه بيعمل حاجة في المعدة كده سبحان الله. اليمام والعصافير برضك لو كلته غلط تلاقيه سهل عندهم وتعبهم. طبعا عرفنا يا جماعة النهاردة ان شاء الله الذكر زوفته عاملة ازاي والنتاية زوفتها ضعيفة، فاحنا كده يعني يعتبر ان احنا ايه خدنا فكرة عن الذكر. عشان اسئلة بس كتير قالت لي انا عندي الاتنين واقفين ما بيزوفوش، او ممكن يكون الذكر شاب وعندي برضك الاتنين زايفين. لو زفتهم الاتنين وبيضربوا بعض زي زفت الذكر اللي انتوا شفتها في اول فيديو يبقى دول ذكرين رسمي. لو واحد بيزوف